هو انت بتعملي ايه؟ شت. مش هتبطلي عمايلك دي؟ انت مالك؟ وبعدين من امتى اصلا انت بتسالني على بعمل ايه ولا ما بعملش ايه؟ خليك في حالك، مالكش دعوه بيا. اللي انت بتعمليه ده عيب وما يصحش. يا سلام، وانت بقى يا اخويا اللي هتعلمني اللي يصح ولا ما يصحش؟ ما تشوف ابنك يا ماما. اتقدم، ما تحرجمش على مشاكل، احنا راجعين تعبانين. طيب انا نازل عشان اللي بيحصل ده مش عاجبني. انا نازل اخد مشوار ولا 2 وراجع لك على طول. مش ناقصك حاجه؟ باذن الله هرجع لك بالعلاج اللي خلص. مش عايز تدخل الحمام؟ حاضر. اكلت ابوك ولا لا؟ انا مش قادر اعمل حاجه. اكلته اه. البت ولا اللي داخله السجن. انا هقوم ادخل لهم، شكل اخوكي محتاج مساعده. اتفضل. حسن، سيبني يا حبيبي مع مراتك، عايزاها في كلمتين. اتفضل. بص يا حبيبتي، الست اللي ما تبقاش سند لجوزها في شدته ما تبقاش بنت اصول. وتيجي شفتي عمك توفيق، انا عمري ما اتخليت عنه. يا طنط انا ما قلتش حاجه، بس مين قال ان هو لو كان قال لي الحقيقه انا كنت هرفض؟ عندك حق يا بنتي، عندك حق. قال ايه؟ المدير المالي هو اللي خرب الدنيا. ما تعرفش يا اخويا ان انت اللي خربت الدنيا وفلستنا وخلتنا يا مولاي كما خلقتني. في ايه؟ انا ما بحبش حد يتكلم معايا في الموضوع ده بالطريقه دي. في ايه يا علي لو سمحتي؟ المهم لينت دماغها انت وامك على الله، بس الارض دي ما تطلعش في شنك ومن ابوك ويطلع على شو. مش هتطلع في شنك يا اختي، متاكد. ما تنظريش فيها انت بس. طب والله انا قلت له يقول لك الحقيقه، بس هو خاف ترفضيه، خاف يتكسر قدامك. وابني ايه عنده عزه نفس ما اقولكيش.